ده بقى التأويلات بقى لا يزعل حسن، انما اسمع يا حسن. والكتاب كان دايما كنت شايفه في ايد حسن، والله ما حاولت ان انا اقراه، لان بس انا كفايه عندي ان احمد حجاب امام المقصوره. اسمع يا حسن، اما جدك ده يتكلم عن نفسه ويترجم لنفسه، يقول لك ان هو احمد محمد حجاب ابن السيد محمد الشريف ابن السيد محمد الادريسي، ماشي. ابن السيد احمد الادريسي، ماشي. ابن السيد عبد الوهاب التازي، ماشي. ابن السيد عبد العزيز الدباغ، ماشي. ابن الخضر عليه السلام، من امتى الخضر خلف؟ اما سيدنا موسى يقول فارتد على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه، سايب بيته قاعد كان من جماعه التبليغ يعني سايب اهله وقاعد على مجمع البحرين فوجد عبد من عبادنا اتى، ما قالش كانت الحرمه ولا كان فيه اوضه ولا كان فيه مكان للحريم، فوجد عبد، خلاص انتهى. ومن رحمه ربنا بنبينا عليه الصلاه والسلام وبنا انه لم يدع له ولد ذكر. ليه؟ عشان ما يجيش منحرف في يوم من الايام ويقول جد قال لنا، زي ما قال الواد امير المؤمنين به اللي هو كان الحسن الخامس ولا السادس، اما سراكوزي حرم الحجاب وجرمه، فهناك يقولوا لهم ابن النبي وولاده لا لارا ومش عارف لا ولا ما كده. اتصل بامير المؤمنين ابن، يقولوا فلانه مش عايزه تلبس الحجاب، او فلانه مش عايزه تقلع الحجاب، يقول لها جدي ما امرش بيه، جد على طول جدي ما امرش بيه. كان لابس حظاظه اللي كان بيستنى عبد الحليم وفي عيد ميلاده، وكان عبد الحليم وهو كان يقف في الشوارع يغني، وعبد الحليم كنا راكبين القطر مره انا وسيدنا الشيخ محمود فرج الله يرحمه الاستاذ الدكتور، والعيال شغاله يقول لي شوف اللي هو تعالى، يقول لي شوف الكذا تعالى يعني يقول لي تعالى من ورا دي اتنشرت النهارده. الواد ابستين حضن الواد اللي ابن زايد حضن، رؤيته تنقض الوضوء. ذكرت عبد الحليم تعالى تيجي من ورا، ما مش رايحين الغرض. اما يجي احمد حجاب ويقول لك فلان ابن الخضر عليه السلام، عديه. يمكن جده بس قال عليه السلام يبقى بيقصد الخضر النبي، وما تقولش عبد صالح زي ما كان بيقول سيدنا الشيخ الشعراوي، ودي زعلته مني. الله، ازاي يقول له ما فعلته عن امري وانت الشعراوي في المجلس كده يقول يجي ربنا عشان يأدب الرسول، يجي العبد من عباده ويختاره ويديله معلومه من ورا ظهر الرسول عشان يأدب بها الرسول. قلت له ربنا لما يقول ربنا جل جلاله قتله، قال وما فعلته عن امري فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يبقى إذا وما فعلته عن أمري يعني معناها إيه؟ فيه وحي. يا اللي أنا شفته مش أنا ده تشتم ابن تيمية عليه رحمة الله، ورجائي إلى سيدنا ابن تيمية إنه يسامح لأنه ابن تيمية عند أعلام هو سبب فساد العالم الإسلامي. يعني لولا ابن تيمية كان زماني كنت اشيل جزمه اي كلب من دول. والله في مستشارين كانوا بيحطوا شايل فردة شراب نتنه ويتبرك بها وفي الحضره وهو مستشار، واحيانا يبقى عميد هو اللي بيرص جزم المريدين. ما هو ده دين بقى، ماشي عديه. طيب سيدنا احمد حجاب يبقى جده الخضر عليه السلام، ماشي. واحنا بجدنا الشيطان يا احمد؟ اشمعنى انت اللي تبقى من الناس اللي الخضر؟ والخضر لم اول مره اسمع ان هو كان متجوز او كان عنده عيال. لا شوف الخيبه بقى اللي جايه بعد كده. ابن الخضر عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم والله العظيم لو انا في عهد امام من ائمه المذاهب اقسم بالله ما هسيبه لما ياذن لنا ان احنا نشجع مره من اللي بتشحر ديا ونأجرها وتروح لاحمد حجاب وتشحر له وتقلع له الملايه. ربنا جل جلاله
عصم نبيه من ان يكون له ولد. جاب له الولد ذاك بس عشان يخرس لسان ابو لهب لما قال الابطر. جه ابراهيم وهب وراح واخده. ليه؟ علشان ما يموتش النبي والناس يروحوا يشيلوا سيدنا ابراهيم ابن النبي ويعملوه الخليفه. ده ما كانش له ابن. والستنا امنه سفله طالعين يقولوا مش عارف ايه. وكانت وتطلع لي البت دي، بنت لا مؤاخذه اللي انا في الحق هي تجاوز وبتحملي يا والله العظيم يا ياسمين، يا اخت ياسمين، يا بتحملي اوزار والله. هي شعرت بهذا. كنت مره رايح لها، كانت دعتني في المركز بتاعها، واخد بنتي معايا، ام الاولاد طلبت منها قولي لها تديك نسخه من ام النبي مش عارف شافت. قالت لها هاتي لي اذن من الشيخ. دلوقتي الفرق كلها ام النبي شافت منام يوم مولده بنردده يا بركه الله الاحد يا احفظ والدي. ويعني كانت عرفت ان في حسد ومن شر ويا عين ما بقى دي. لهذا علمائنا وشيوخنا كانوا سراعا الى البدعه اكثر سرعه من المعصيه، لان المعصيه لا خلاف عليها زي ما قال سيدنا سفيان الثوري. المعصيه البدعه احب الى الشيطان من المعصيه. اما يقول الولد ده يقول لي ايه ان العمه بتاعت السيد البدء، العمه اللي كلها والله العظيم الولد السوي الطفل والله العظيم ما يقضي حاجته فيه قصريه. يقول هي دي عمه السيد البدوي اللي بيلبسها الحيوان الحول ده وواقف بسنانه الافيون والحشيش مدمرها وواقف ويقول لك ده ابن السيد البدوي. طب السيد البدوي ما اتجوزش كمان راخر. كان قاعد على السطح وقاعد يشخ على الناس. يقول لك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة. اما يبقى النبي عليه الصلاه والسلام له طريقه وده ابن الطريقه دي، يبقى كل الطرق وكل رايحه في ده. لان ده احمد حجاب ده ابن ايه يقول. وبعدين يقول ايه ولا تاني؟ فليس بيني وبين حضره الرسول عليه الصلاه والسلام الا 6 من شيوخنا، كما انه ليس بينه وبين حضرته في نسبه الروحي الا السيد احمد البدوي. يعني بينه وبين الرسول البدوي انا قلت جبت كان 600 وكذا، يعني البدوي. فالنبي الجنان ده اللي يربى عليه وبعدين يلاقي ناس بتسخر منه وبعدين ما يلاقيش شيء من انوار الحق تسنده وبعدين يفضل موجود. لا مش موجود، بيسترخص المعصيه على طول. بيسترخص المعصيه على طول. تعالى في 161 عادات البدوي. يقول لك فمن عاداته ملازمة الصيام، فكان يطوي 40 يوما. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بعد يومين شد الحزام على بطنه، ظهر أثر الجوع على وجهه. سيدنا أنس جري لأمه أم سلمة رضي الله عنها قال لها أرى أثر الجوع في وجه رسول الله. الرسول بعد يومين الجوع بان في وشه. السافل ده بعد 40 يوم بيقول لك ايه 40 يوم ملازم للصيام، فكان يطوي 40 يوما لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا ملازما العبادة من قيام، وكان يقول ركعتي الفجر بالليل خير من 1000 ركعة بالنهار. ماشي 40 ايه يوم 40 يوم لا يذوق طعام ولا شراب وبيقوم الليل. ده بأحسن من النبي والله العظيم. ده لو ثبت هذا احنا لازم نروح نفحت على قبره ونطلعه ونقطعه ونوزعه على المسلمين. ده راجل طلع اجدع من النبي يعني. وبعدين يتنقل بقى على 143 يقول لك
وبيبرر بقى أن حراس الأسارة من الصليبيين كانوا يوقعون عقابا صارما على من ينطق باسم البدو من الأسارة في معتقلاتهم، وذلك إلا لتكرر مسؤولياتهم أمام رؤسائهم عما يختفي من مجرد يقول يا سيد اجلس ما تقولش ده. لا بتروح تجيب الأسير وترميه. طب قول زي ما قلت في بعض اللقاءات، طب هاتوا لي اسم أسير، هاتوا لي مرة من النسوان قالت ابني جابه لي السيد البدوي، بيقول اظهر استعداد، بيقول ايه ولأن الصليبيين اختطفوا ظلما واقتنصوا غضنا عددا كثيرا من طبقات الشعب المصري، والشعب لا يمكن أن يصبر ويقتنع من سيدي أحمد بمجيء أسير واحد لامرأة واحدة من بين تلك الطبقات، فقد أظهر استعداده لمثل هذه العملية عفريت من الجن على عهد سليمان، وبشر مثلها أصف بن برخية كاتب سليمان، وما كانت روح البدو، شوف بقى اللي وداه في داهية، وما كانت روح البدو أقل استعدادا من روح الشيطان. يبقى شيطان، يبقى شيطان وما عملش حاجة إلا أنه تشيطن. أنت خلاص عملت لي كده عملت كده كمان. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن ده باب بقى اما يجي يقول لك السيد بدو جه امبارح وقال لي ابن فلانة الولد ده عايزين نبعته لقتيل الخضر. قتيل الخضر قاعد يعيط مش لاقي